ما حقيقة عودة مصطفى يونس لمنتخب الشباب؟ الحكاية خدت وقت طويل قوي، هيمسك مش هيمسك، هيسيب هيكمل هيقعد، منتخب مهم جدا والتوقيت مهم. الحيرة عنده مش عندنا. القرار عندنا والحيرة عنده. احنا خدنا قرار، مفيش حد هيجمع ما بين عملين. الكلام واضح. زي النهارده الاستاذ عبد القادر ابراهيم كاتب، طب كمان عايزين نطبقه على اعضاء مجلس الاداره، اهلا وسهلا، ولازم يطبق على اعضاء مجلس الاداره. انا من واقع الكلام بقول، لكن هو في فكره عضو مجلس الاداره سيظل هو عضو غير مستفيد من اي نواحي ماليه في تواجده جوه الاتحاد، وان هو ليه شغله الخارجي اللي بيعيش بيه. لكن كابتن مصطفى يونس او جميع العاملين او القائمين جوه اتحاد الكره هم هو مصدر رزقهم، عملهم ونجاحهم ووصولهم لكل حاجه. كابتن مصطفى يونس الحيره عنده مش عندنا احنا. الموقف ان هو تعب مع فرقه، كون فرقه، قدر ينجح بفرقه، ونجاحه كان رائع في حجم رؤيه الناس للنجاح. ما تقوليش كلمه نجاح، هو بدايه طريق نجاح. النجاح كله في ان انت تصل تكسب الامم الافريقيه، النجاح كله انك توصل كاس العالم، هو ده النجاح كله. لكن بدايه طريق النجاح هو ده اللي سقفنا له عليه. المهم قوي ان هو يكمل مع فرقته، لكن هيعالج اموره ازاي، هيصل بواقعيه. طب هو يفضل محتار لامتى؟ يعني انتوا سامحين له بالحيره لحد احنا انا اعتقد برضو خلال كان في مكالمه، كل ده من خلال المكالمه ان احنا بنتكلم في اسبوع ال10 ايام اللي جايين دول كل الموضوع هيقفل تماما. ان هو لازم يقدم كل حاجه، واحنا يعز علينا ان الكابتن مصطفى يونس يقول. وفي حاجه غلط، في حاجه غلط اللي بتخلي الناس تحتار ما بين مأمورية وطنية وبين مأمورية شخصية، ودي عايزة تعديل. يبقى احنا ما بنعرفش نقدر الناس كويس في اتحاد الكورة، ما بنعرفش نغريهم كويس، والواقع ما بيخليهمش قاعدين مبسوطين بشكل كويس. فبرضه احنا محتاجين نشوف ايه اللي عندنا غلط، لازم نعدل ولازم نبتدي من عندنا، عشان لما تقول لواحد تختار ما بين ده وما بين ده ما يبقاش عنده اي فكره، يقول لك لا منتخب بلدي طبعا. طيب عايز اسالك على حاجتين سريعين متعلقين بالسؤال. منتخب 96 رشحت له